ولكن في اطار جوج البحور، علاش السردين غالي في المغرب؟ على ما كيقولوا كاينين بزاف ديال الاسباب اللي مخليين السردين يغلى في السوق ديال المغرب، باينه اغلبهم السماطريه والشناقه. قال لك قله العرض وكثره الطلب، باللي السردين ما بقاش كيتوفر بحال قبل في السوق، والطلب عليه غادي وكيزيد. ايوا هادشي اللي كيرفع الثمن. غادي تقولوا كيفاش قله العرض وحنا عندنا جوج بحوره؟ ايوا هنا القلبه والسد. المغرب كيصدر كميات كبيره ديال السردين، وماشي غير السردين، جميع انواع ديال الحيتان حتى اللي ما عمركم ما ذقتوه للخارج. وهادشي اللي كيخلي الاسواق الداخليه ما يكونش فيها الحوت الكافي اللي يخلي الثمن هابط. يعني عندهم حجه ثابته، كيجيو كيحطوا لك الحوت وتيقول لك ها هو راه موجود، ولكن الثمن طالع. ايوا هذه هي السياسه للناس اللي ما كيعرفوهاش، وبالتالي الثمن ديال الحوت كيفرفر وكيضرب في السقف، وكيستافدوا من الربح على ظهر الدراوش. والله ياخذ فيكم الحق في هاد العواشر. ولكن شنو هما الحلول باش نواجهوا هاد الازمه؟ خاص تكون مراقبه صارمه على المضاربين باش ما يبقاوش يتحكموا في السوق، والصادرات